في طبعا ناس كانوا بيبعتوا لي بيسالوني بياخدوا رايي، يعني ان هو يعني بتقول لي ان هي اصلا يعني من بره اسكندريه وبقت بتشتغل مقيمه بره اسكندريه. فبتقول ان هي عايزه تعرف ايه الافضل، يعني ان هي تبيع الشقه بتاعتها اللي موجوده في اسكندريه هنا، ولا ان هي تسيبها موجوده. فانا رايي لا طبعا ما تبيعيش شقتك ابدا. الفلوس النهارده عندنا معدل تضخم عالي جدا جدا، والفلوس قيمتها بتنزل كل يوم. فانت لو خدتي الشقه وبعتيها وحطيتي فلوسها في البنك، وقيمه الفايده اللي هتطلع لك من الفلوس دي، عايز اقول لحضرتك ان هي اصلا لو عملتيها بالمصري مش هتطلع لك اي حاجه خالص. فانا في رايي ده رايي يعني، وبصراحه يعني عن تجربه، ان خساره الشقه هتخسريها مش هتتعوض. يعني خلي شقتك موجوده، ولو ليكي حد هنا حضرتك اجريها بالسنه، وخدي ايجار شهري عليها، والايجار هيطلع لك احسن من قيمتها لو اتباعت. ده غير ان العفش بتاعها كمان حضرتك هتخسري فيه جامد جدا. العفش غالي جدا جدا النهارده. فهتبقى موجوده شقتك بعفشها موجود، معاكي الشقه بقيمتها، وقيمتها بتزيد كل يوم. وفي نفس الوقت بدل الفايده اللي بتطلع من الفلوس اللي قيمتها بتنزل، لا حضرتك بتاخدي الايجار السنوي او الايجار الشهري بتاع الشقه. لو حضرتك حد بيراعيها، لو ليكي حد موجود هنا ممكن يبقى يشقر على الشقه كل شويه ويتابع الناس المستاجرين لحضرتك من الشقه. ده رايي يعني بصراحه عن تجربه يعني. لكن لو حضرتك بعت الشقه هتخسري فيها خساره جامده جدا. وكل يوم الشقق اسعارها في اسكندريه بالذات اسعارها في الطالع على طول يعني. ده غير ان العفش اسعاره بقت غاليه جدا. حضرتك لو بعتيه هتبيعيه برخص التراب، فهتخسري فيه خساره جامده جدا جدا يعني.